تفتكر إن الدمى بريئة ولا ممكن تتحول لكابوس يطاردك لحد آخر نفس في حياتك؟ رانيا بنت صغيرة عندها 7 سنين. يوم عيد ميلادها مامتها جابت لها هدية غريبة شوية، عروسة قديمة كانت محطوطة سنين طويلة في فترينة أنتيكات. العروسة عينيها سودة كبيرة، وكل اللي بيبص فيها بيحس بحاجة مش مريحة. أول ليلة رانيا نامت والعروسة في حضنها. تاني يوم مامتها لقت شعر العروسة متقطع ووشها متخربش، ولما سألت رانيا البنت قالت وهي مرعوبة: هي اللي بتعيط يا ماما، بتقولي رجعيني لبيتي. بعدها العيلة بدأت تلاحظ حاجات غريبة. العروسة بتتنقل كل يوم لمكان مختلف، مرة في المطبخ، مرة جنب السرير، مرة لابسة هدوم رانيا، ومرة كانت قاعدة قدام المراية بتسرح شعرها لوحدها. لحد ما في يوم رانيا اختفت، وما فضلش في أوضتها غير العروسة، وكانت نايمة. البوليس جه وفتش البيت كله، فتشوا تحت السرير، الدولاب، ورا الستاير، مفيش أي أثر. الناس قالت البنت هربت، اتخطفت. يمكن العروسة ملعونة فعلا. بعد 3 أيام مامتها كانت قاعدة بتعيط، وفجأة سمعت ضحكة بنتها جاية من جوه العروسة. مسكتها وهي بتترعش. العروسة فتحت عينيها وقالت بصوت مخيف: قلتلك رجعيني لبيتي، دلوقتي أنا هنا وهي جوايا. الست صرخت ورمت العروسة، بس العروسة اتحركت لوحدها، والست لما بصت في المراية شافت بنتها وراها، بس عينيها كانت سودة سودة زي عيون العروسة. ومن يومها محدش شاف رانيا تاني، والعروسة لسه موجودة، وكل اللي بيشتريها حد من عيلته بيختفي. بعد ما رانيا اختفت مامتها كانت هتجنن، راحت لست كبيرة في المنطقة. الست قالتها العروسة دي اسمها نورهان، دي مش جديدة، دي ملعونة من زمان. من 40 سنة كان في بنت اسمها نورهان، أبوها جاب لها العروسة من واحد ساحر، قال له إنها تحمي بنته، لكن الحقيقة العروسة كانت وعاء لأرواح شريرة. وفي يوم نورهان ماتت وهي نايمة، وسابوا العروسة جنبها، ومن وقتها كل بيت تدخل فيه العروسة لازم تاخد روح بنت صغيرة عشان تفضل الروح القديمة عايشة. مامتها حاولت تحرق العروسة، بس وهي بتتحرق سمع صوت رانيا: ماما ماما الحقيني. وبعد ما بقت رماد لسه كل ليلة تسمع الصوت: رجعيني لبيتي. ولحد النهاردة محدش عارف مين صنع اللعنة أو فين بيت العروسة الحقيقي. وسؤال ليك: إيه أكتر حاجة بتخوفك وإنت لوحدك في أوضتك؟ لو عايز تعرف قصة تانية اكتب في الكومنتات.